ليونيل أندريس ميسي يحقق جائزة ذا بيست المقدمة من فيفا لعام 2023. وانشطار وانفجار في مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهورين، الجمهور الأول يقول أن ليونيل ميسي يستحقها، والجمهور الآخر يقول أنه سرقها من كريم بنزيما. فهل ميسي يستحقها وهل سرقها من كريم بنزيما؟ أنا بحكي لك القصة، الحلقة ما بعرف قديش من الموسم اللي ما بعرف قديش، فأهلا وسهلا بكم. باسم ادخل علينا بانترو السرقات الفيف ذا بيست. ادخل علينا بالانترو باسم. السلام، ندق في بعض. قبل لا نبلش يا صديقي خلينا نتفق على اشي واحد، مش زي فيفا وفرانس فوتبول مش متفقين على قوانين تنص على انه اللاعب اللي بده ياخذ الجائزة لازم يعمل كذا وكذا، ما في عندهم قانون ثابت. احنا بدنا نتفق على شيء واحد، انه تحط لايك وشير. ما حطيت لايك وشير ما حفيدك معلوماتي، فبليز اكبس هسه لايك وشير. اكبس، ايوه كبست. تحياتنا لك. هسه بنقدر نبلش. من بعد 2010 اعزائي المتابعين انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي. هي مش انفجرت، يعني بلشت تطلع بالتدريج من 2010. قبل 2010 ما كان في اشي اسمه السوشيال ميديا، يعني يمكن طلع ب 2008 2009. ما كان في اشي اسمه السوشيال ميديا بهذا الشكل اللي احنا فيه، او بنفس الشكل اللي بلشت فيه السوشيال ميديا من بعد 2010 2011 2012 2013. يعني يا صديقي جائزة بالون دور اللي كانوا ياخذوها زمان، اللي اخذها بوشكاش واللي اخذها كرويف وما ادري منو، كان لما ياخذها لانه عمل كذا وكذا وكذا، كان في معايير محددة. انما حاليا او قبل 10 سنين المعايير هاي اختفت. يعني كيف بدي اشرح لك اياها يا صديقي؟ السوشيال ميديا أو كرة القدم تمحورت حول شغلتين. الشغلة الأولى عبسي وحمدون، الشغلة الثانية ريال مدريد وبرشلونة. عندك اعتراض على هذا الاشي؟ ما عندك اعتراض، لأنه إحنا كلياتنا عارفين وفيش داعي نلف وندور وتقول الدوري الإنجليزي وأقوى. ما هاي الفكرة، إنه الدوري الإنجليزي ممتع جدا وأقوى دوري، بس هل ماخذ نفس الاشي اللي ماخذه برشلونة وريال مدريد أو الدوري الإسباني؟ لا. فهنا اختلفت المعايير. ليش؟ لأنه جمهور برشلونة وجمهور ريال مدريد هم الأكبر في العالم، وعندك لاعبين هم جمهورهم الأكبر في العالم. يعني ما بتقدر تقارن ليونيل ميسي في أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام الوسيم الأمور الخفيف اللطيف، ما بتقدر تقارن. هل بزبط مثلا إني أقارن رونالدو بجيرارد من حيث الانتشار والفاعلية؟ أنا ما بحكي ككرة قدم، انسولي كرة القدم اليوم، مش حنحكي كرة قدم، لأنه كرة القدم لو تنطق لا تطعمنا كلنا. فعندك ريال مدريد وبرشلونة عملوا أسطورية لهم بهذا الشكل وتنافسية، والكلاسيكو الأعظم ومباراة الكلاسيكو كانوا يحطوها في توقيت يناسب جميع دول العالم، لأنه في كانت ناس يعني تعطل عشان تحضر هاي المباراة الأسطورية. هذا ريال مدريد وبرشلونة، فما بالك يكون في ميسي ورونالدو اللي هم نفسهم او بسبب ريال مدريد وبرشلونة عملوا منافسة شرسة غطت على كل الاحداث الرياضية والكروية في العالم. طبعا انت هسه حتقول لي ابو سروال طب يعني شو استفدنا من هذا الحكي؟ ما احنا عارفينه. طيب ما احنا كلياتنا عارفين اللي قاعد بصير، بس احنا هيك مكابرين وبدناش نعترف، وبدنا نضلنا ندق في بعض ونسبسب على بعض ونخزق في بعض. واكبر دليل انه في ناس لسه ما حضرت المقطع ونزلت في الكومنت وطعمتني. ليش؟ بسبب الصورة المصغرة، لاني اكيد ححط الصورة المصغرة اشي يستفزك حتى تدخل، فانت فاهم علي كيف؟ طيب خلينا نبلش حبة حبة ونرجع لجائزة بالون دور. خلينا هسه بنحكي عن جائزة ذا بيست، خلينا بس نحكي عن جائزة بالون دور. اذا بتدخل على جوجل وبتكتب ما هي المعايير او الشروط اللي انا لازم احققها عشان اخذ جائزة بالون دور، بيطلع لك انه المعيار الاول هو المستوى الفردي ثم الوصول الى البطولات. واخر واحد اخذ الكرة الذهبية اللي هو كريم بنزيما، عمل مستوى فردي كثير خرافي وحصد بطولات، ومن اهمها بطولة دوري ابطال اوروبا وهو بيستاهلها. يعني الكلام واضح وصريح، هو المستوى الفردي ثم الوصول الى البطولات. هل هيك الكلام تمام؟ لا مش تمام، لانه انت لما بدك تحكي لي المستوى الفردي حدد نقاط للمستوى الفردي، لانه في كثير ناس بدعت فرديا ولكن لم تحقق بطولات، واللي حققوا البطولات اخذوا جائزة البالون دور.
والعكس صحيح. فانت المفروض شو تحط على المستوى الفردي، مثلا اهدافك تتجاوز ال50، على مستوى البطولات اهم لقب تحقق دوري ابطال اوروبا، وقتها انت بتدخل من ضمن التصويت وبنشوف على حسب شو بيختاروا الناس. جائزة البالون دور كلنا بنعرف انه اللي عامليتها مجلة فرانس فوتبول، مجلة يعني شركة خاصة ربحية. فانت كيف يعني مستغرب انه اعطوا الكرة الذهبية لميسي وما اعطوهاش لريبيري؟ ما هو طبيعي بده يعطيها لميسي، لانه ميسي صاحب اعلى الارقام بالاضافة لكريستيانو رونالدو. يا حبيبي انت بعصر الارقام، انا عندي مشاهدات بيحترموني، ما عندي مشاهدات ما بيحترموني، ما بتطلعوا على الكونتنت بتطلعوا على المشاهدات. مفكر بس هذا الحكي في اليوتيوب؟ في كل مكان. يعني قديش واحد باليوتيوب بيقدم محتوى خرافي وافكار جديدة ولكن ما عنده مشاهدات وما عنده دعم، كثير وبلاوي. ولنفترض اجت شركة اكواب، شركة كبيرة جدا، عملت جائزة باسمها جائزة الكوب الأسطوري، وبتقدمه لصاحب أفضل محتوى. صاحب أفضل محتوى هو هذاك اللي ما عنده مشاهدات، وجت أعطتني إياها أنا لأنه أنا عندي والله مشاهدات 1,000,000 و2 مليون و3 مليون. بس هذا المثال لا ينطبق علي لأنه أنا بقدم محتوى خرافي سفاح ما حد بقدمه، وأنا انظلمت ياما بالجوائز كثير، انظلمت الصراحة. على آخر وحدة جائزة التيك توك، يعني تتخيل جائزة تيك توك للشرق الأوسط اللي ربح المركز الأول واحد فرنسي. فهمت علي؟ ركز وصحصح. حتقول لي بسروال مالك صحصح، هاي لعبة كرة قدم، اللي بيقدم وباخذ بطولات هو اللي باخذ جائزة البالون دور. والله طيب يلا، ما في عندك ريبيري، في عندك شنايدر، في عندك رونالدو الظاهرة، ليفاندوفسكي، في عندك غريزمان، في مليون واحد. فانت لازم تفهم فكرة انه فرانس فوتبول شركة ربحية، مجلة قاعدة بتروج لنفسها عن طريق هذا الاشي. ولما هذا الاشي تيجي ترشح 3 مرشحين، مثلا جاك جيريريش واوتامندي ورافا بينيتيز مدرب، وكل واحد عنده 20,000 على الانستغرام، يعني كيف تروج لنفسها؟ اكيد ما راح تعطي الجائزة لرافا بينيتيز، اكيد راح ترشح خلال 10 سنين وفي خلال ثورة السوشيال ميديا راح ترشح لك رونالدو وميسي، وراح ترشح واحد معاهم ثالث هيك من باب الاحتياط يعني، بس بالنهاية حياخذها يا رونالدو يا ميسي. هو انا ما بقول لك انه ميسي ورونالدو ما بيستاهلوا، لا، رونالدو وميسي كسروا ارقام، ولو انهم ما كسروا هاي الارقام ما بيظلوا على السوشيال ميديا هم التوب، وما بتزيد ارقامهم، ما بيكون انت فاهم هاي الهالة الكبيرة انه هم الاساطير. فالبالون دور كانت مشتركة مع الفيفا في 2016، طلعت الفيفا من البالون دور وصارت هاي شركة لحالها وهاي شركة لحالها. ليش؟ لانه الفيفا فكرت خارج الصندوق. والله البالون دور ماخذ كل الترويج لانه ميسي ورونالدو ميسي ورونالدو. لو يعني تدخل على الجوجل تكتب شو هي مجلة فرانس فوتبول، هي مجلة فرنسية تصدر كل أسبوعين باللغة الفرنسية، وهي مجلة مشهورة بالاستفتاءات التي تقدمها في مجال كرة القدم. مجلة وبتقدم الكرة الذهبية وميسي ورونالدو ومتابعينها كثار، وكل أسبوعين بتطلع جريدة. أنت متخيل كم إعلان بتحط على الجريدة؟ أنت متخيل كم شركة بتيجي سبونسر على الجريدة هاي عشان تحطها؟ يعني انت بتحكي عن ارقام بتخوف. الحفل لحاله رعايته بدفعوا بلاوي، فاللي صاحب الشركه هاي الزلمه بفهم ليش، لانه مش حاط معايير واضحه للي حيفوز بجائزه البالون دور. فالفيفا فكرت نفس التفكير وطلعت لبرا وصارت تعطي جائزه ذا بيست لنفس الشخص اللي باخذ البالون دور، لحد ما فكرت خارج الصندوق وقالت خلينا نعطيها لليفاندوفسكي عشان الناس تحكي انه احنا لا يظلم عندنا احدا. وفعلا الناس حكت انه ذا بيست هي الصح وهي الأحق، بس بعدين فرطت الأمور. ليش؟ لأنه بطل في أهمية لجائزة ذا بيست. أقسم بالله أنا ما كنت أحضرها، أنا كان بهمني البالون دور، وكثير من الناس كان بهمهم البالون دور، ما بهمهم جائزة ذا بيست. طيب بسروال، هل الحياة راح توقف على ميسي ورونالدو في كرة القدم؟ لا، عندك ريال مدريد وبرشلونة عملوا هذا الإشي لنفسهم. مثلا مودريتش لما أخذها أنا بالنسبة إلي ما كان بيستاهلها. طبعا منيح انه اخذ جائزة بالون دور، لانه الصراحة على الاداء اللي انا قاعد بشوفه انا كنت من اشد الكارهين لمودريتش. لا، الزلمه بيستاهلها بجداره واستحقاق، وحرفيا اذا مو افضل لاعب وسط بالتاريخ سوف يكون من التوب 2 او توب 3. ليش يومها اخذها مودريتش مش رونالدو؟ ليش؟ لانه بيلعب في ريال مدريد، رونالدو طلع من ريال مدريد. ذا بيست اعطت ليفاندوفسكي جائزه افضل لاعب في العالم مرتين ورا بعض، وحست حالها فقدت اللي هي الاتنشن. فاجت سنه 2022 والجائزة هاي لازم تقدم قبل كأس العالم، ولكن الفيفا أجلتها لبعد كأس العالم حتى تشوف ممكن تختلف المعايير، ممكن واحد من الأساطير يأخذ كأس العالم، رونالدو ميسي، يمكن لو مبابي يأخذ كأس العالم تعطيها لمبابي ما تعطيها لبنزيما لأنه بنزيما ما شارك. وهون نيجي لنقطة، هل بنزيما انظلم؟ لا،
بنزيما ما انظلم. لو جائزة ذا بيست قبل كأس العالم بنزيما يعني إذا خذها بجدارة واستحقاق. لو أعطوها لميسي لا، هيك بتكون كثير أوفر قبل كأس العالم. إنما بعد كأس العالم ميسي محقق لك كأس عالم، فأنت طبيعي بدك تعطيه جائزة ذا بيست. يعني شو بدك إياه يعطيه؟ صدر كنافة؟ صدر منسف يعطيه؟ أكيد بده يعطيه جائزة ذا بيست. بنزيما ما شارك في كأس العالم. طيب أعطيك مثال ثاني، لو رونالدو وصل لنهائي كأس العالم وفاز والفيفا أعطته جائزة ذا بيست، هل راح تطلع وتحكي انه بنزيما انظلم؟ ما راح تطلع. مين هان اللي راح يطلع ويحكي انه بنزيما انظلم؟ عبسي. هسا حمدون هو اللي مولع الدنيا وبقول لك انه بنزيما انظلم. لو صار العكس، عبسي اللي طلع وحكى انه بنزيما انظلم. هو هذا اشي حلو، هذا اللي قاعد بصير اشي حلو بيننا، وانا محتواي واقف هذا الاشي. بس ليش التطعيم؟ ليش قذف المحصنات عشان لاعب اخذ جائزة ذا بيست وهو هسه بروح بصور صورة وهو نايم وانت قاعد بتطعم على صاحبك وبتقذف محصناته؟ لو امبابي هو اللي فاز في كأس العالم وذا بيست اعطت الجائزة لمبابي، هل بنزيما انظلم؟ راح تقولوا يعني اخذ كأس العالم بيستاهل وكان ما شاء الله عليه مبدع في البطولة. فهو المعيار واقف على حمدون وعبسي في هاي الشغلة. ولو ميسي ما كان موجود من ضمن المرشحين ياخذها اللي ياخذها، الله يحرق هيك جائزة، والله يحرق هيك احتفال ما حدا راح يشاهده. هانا شوف المعيار، انه احنا بدنا واحد يجيب لنا مشاهدات. فالحياة يا صديقي واقفة على المشاهدات، والحياة يا صديقي واقفة على الاتنشن، واكثر واحد بيجيب تفاعل للاسف. طبعا انا يا جماعة متابع صفحة برشلونية على الانستغرام، الصفحة برشلونية اسبانية، يعني هم بنزلوا منشورات بالاسبانية، انا ما بفهم شيء بس بفهم من الصور. اليوم لقيتهم نازلين بعد ما ليونيل ميسي اخذ جائزة ذا بيست، طلعت النتائج. ايش هي نتائج؟ ما هو ذا بيست على ايش قائمة؟ انه 25% تصويت الجمهور على موقع الفيفا، و25% على المدربين، و25% على كباتن منتخبات العالم، مش كلهم طبعا، يمكن اول 100 منتخب، و25% هم ناس مختصين انه يعني زي لجنة حكم زي ما تحكي. فلما طلعت هاي التحليلات طلع انه ألابا قائد منتخب النمسا ولاعب ريال مدريد مصوت لميسي، امبابي، بنزيما، يعني بالترتيب ميسي اولا، امبابي، بنزيما. والصفحة الإسبانية هاي اللي بتابعها مصورة الكومنتات تاعون المدريدية وهم قاعدين بيحكوا إنه ألابا أوت، ألابا أوت، وبيشبهوه بالخنزير والقرد، وبيحطوا الإيموجي تبع القرد، وبلشوا يتنمروا لأنه أنت عارفين يعني بلش التنمر لأنه أسمراني وما أسمراني، واستلم عاد هسا عنصرية على فينيسيوس ومن جمهور ريال مدريد على ألابا. طبعا أنت يمكن مش واصلك الخبر، ولكن حمدون يا صديقي هسا وصلك الخبر، هسا حتولع معك وتقول كيف ألابا بصوت هيك وألابا أوت. حرفيا انت يعني انت زيك زي الاسبان، ما هو يعني نفس التشجيع. طيب يا صديقي، لو نفترض انه ألابا صوت لمبابي، بنزيما، ميسي، يعني صوته رايح لمبابي حرفيا، يعني بنزيما ما استفاد من صوته، هل راح تطلع وتحكي ألابا أوت؟ لا. ليش؟ انا بقول لك ليش. لانه بلشنا احنا ندخل في مرحلة احنا ما نحب اللاعب اللي احنا بنحبه. يعني ابسطها لك، في نسبة كبيرة بتحب ميسي مش لانها بتحب ميسي، لانها بتطيقش رونالدو، وفي نسبة كبيرة بتحب رونالدو مش لانها بتحب رونالدو جكر في ميسي، انه انت ميسي ما تاخذ يعني انت ضايقك تصويت ألابا لميسي، ولو ألابا صوت لمبابي ما كنت حتتضايق، ولو امبابي اخذ جائزة ذا بيست لا حمدون ولا عبسي راح يتضايق. فحاليا يا صديقي محور كرة القدم مش بوسكيتس، عبسي وحمدون، هذول هم محور كل شيء قاعد بصير. وانا مش ضد هذا الحكي، انا بس بدي تثبت معايير للشخص اللي بيستحق الجائزة، لا تكون زي فرانس فوتبول، لا تكون زي جائزة ذا بيست بيستنوا يوم الحفل هذا عشان يطلعوا مصاري بالهبل ويعطوها لشخص هو ما بيستحقها لانه هم بدهم الضجة. كيف يعني؟ نيجي لحمدون، تحياتنا لك، انت نشرت كثير صور لميسي وهو بعيط وهو متبهدل وحالته حاله لانه خسر نهائيات كثير، وما راح تصنفه كلاعب كرة قدم من الاساطير الا اذا حقق الكوبا امريكا. حقق الكوبا امريكا، ما طلعت اعترفت انه هو من افضل اللاعبين. ليش؟ لانه رونالدو حقق اليورو قبله. طيب اجى كاس العالم 2022 وختامها مسك، واثنين تحمستوا انه يا عمي ان شاء الله انه اثنين على النهائي وتنحسم، او يعني هذا كاس العالم حيحسمها ويفصل مين هو الافضل. لو رونالدو اللي اخذ كاس العالم حتطلع وتقول انه رونالدو حسمها، ولو ميسي طلع واخذ كاس العالم حتطلع وتقول انه ميسي حسمها. ولكن هل هذا الحكي صار؟ لا ما صار. انا بقول لك ليش ما صار، لانه انت قناعتك الداخليه انه رونالدو هو افضل لاعب بالتاريخ، وقناعتك الداخليه هي قناعتك وانت اللي بتحكيه صح. اما الطرف الثاني قناعته انه ميسي حقق كاس العالم. انت لو عبالك يعني لو ميسي ما حقق كاس العالم حتتغير وجهه نظره؟
حظل وجهة نظره. زي ما انت لما رونالدو ما اخذ كأس العالم ما تغيرت وجهة نظرك، يعني نفس الشيء عبسي. فالفكرة هون يا صديقي انه انت معتبر رونالدو افضل لاعب بالتاريخ، خليك معتبره. ميسي افضل لاعب بالتاريخ، خليك معتبره. مثلا انا اللاعب اللي حببني في كرة القدم وخلاني اتابعها لويس سواريز، انا شايفه افضل لاعب بتاريخ كرة القدم. سيبني بحالي، قناعتي، مو شرط تيجي علي وتقنعني لا بنزيما افضل راس حربة، كافاني افضل راس حربة. اتركني في قناعتي. انا اجيت عليك قلت لك والله سواريز افضل لاعب بالتاريخ وافضل راس حربة، بتعرف شو تقول لي؟ لا تطعمني، لا تقذف محصناتي يا صديقي، لا تمسح في الارض. كل اللي عليك تحكيه انه هاي وجهة نظرك. انا بالنسبة إلي كافاني هو افضل راس حربة في التاريخ. شوف ما ابسطها وما سهلها. بس لا، احنا بنحب التعقيد وبنحب ندخل جهنم بسبب انه انا اطعم على صاحبي، بسبب انه بنزيما انسرقت منه جائزة ذا بيست. ولكن ما بصير انت تطعم على شخص او تسبه باهله وبعرضه وتقذفه. وانت عارف شو يعني قذف محصنات؟ عارف؟ قالوا لا والله يا ابن العاهرة بنزيما انسرقت منه الكرة وميسي ما بيستاهلها. ولك ما هو امه اللي حكيت عنها بكره على باب جهنم بتكون عاملت لك ايه، بتقول لك تعال جاي، تعال لك اشوف هسه بنزيما كيف بده يشفع لك. ولا فاهم انت؟ احنا نقطتنا مش كرويه، انا قاعد بشرح لك وببسطها لك عشان انت ان شاء الله انه تتعظ وما تمشي في مجال القذف والسب فهمت يا صديقي؟ يعني عجبكوا اكون معصب؟ اول مره باسم بشوفني معصب. انت اول مره بتشوفني معصب يا حبيبي؟ على قناه الجيمنج 24 ساعه معصب. لسه بجوز تجيني الجلطه. انا اخر مقطع نزلته في الجيمنج اذا ما يعني ما بتابعني على الجيمنج روح تابعني على الجيمنج عزيز. طيب نكمل موضوعنا اعزائي المتابعين. مارتينيز سرق ذا بيست من تيبو كورتوا. ما راح نخلص الليله، ما راح نخلص. راح اطرح عليك نفس المثال. لو هوغو لوريس حقق كأس العالم وأخذ أفضل حارس، هل راح تطلع وتحكي إنه سرقة؟ لا. ليش؟ لأنه مارتينيز استفزك في كأس العالم، ومارتينيز صاحبه لميسي، ومارتينيز أرجنتيني. يعني بتلف وبترجع لعبسي وحمدون. ما هذول المحور. وتحياتنا لكم، خليكم استمروا في هذا الاشي، انا ما عندي مشكلة، بس لا تقذف، لا تسب، انت فاهم؟ والله يا عمري قاعد بحكي عشانك، عشان بكره وقت الحساب ما تصفنش تقول وهذا كاين يتسجل علي. يعني انا كنت احكيه هيك، يعني كنت ادافع عن فلان وفلان من باب المزح. انو مزح بكره، انو مزح والله لا تشوف. تحياتنا لكم. أما سكالوني فقد سرق جائزة ذا بيست من لوكا مودريتش. لوكا مودريتش شنو؟ من كارلو أنشيلوتي. هسه أنا بدي أجي عليك. أنا كارلو أنشيلوتي يا زلمة مو كان عارف شو بيسوي؟ يا زلمة حكاها محمد عواد إنه ريال مدريد بفوز فكريا مش تكتيكيا، ما عنده تكتيك، هو بفوز ذهنيا فقط. فأنو تكتيك يا كارلو أنشيلوتي؟ يعني سكالوني هو فاز لانه فاز بالجرينتا. اذا بدك تعطيه جائزه جرينتا سكالوني هو هيك فاز، لانه الثاني برضه ما كانش عنده تكتيك وكان يخبص تخبيص. انا بالنسبه لي مثلا بدك تعطي جائزه ذا بيست لافضل مدرب لويس انريكي معلم، لانه يعني انا هاي قناعتي انه لويس انريكي افضل مدرب بالتاريخ، هاي قناعتي. فانت بتقول ابو سروال هذا رايك الشخصي، ولكن انا بالنسبه لي مثلا افضل مدرب بالتاريخ سولاري مثلا. مش الاقيك بالكومنت هسه تقول لي يا امك هو لويس انريكي بيعرف يدرب وانا اكل مسبه عشان لويس انريكي وانت تدخل جهنم عشان لويس انريكي؟ وبرضه ارحمني. ونهايه الكلام يا صديقي، اذا بدك الصح هذول الجائزتين انت مش لازم تعترف فيهم، لانه توجهاتهم ربحيه فقط مش كرويه. بدك توجه كروي الجا لنفسك. انت بنظرك مودريتش افضل وسط بالتاريخ، خلاص بدون نقاش. والله انا هذا رايي الشخصي، عاجبك مش عاجبك انت شوف يعني براحتك، انا ماليش دخل فيك. ولا لازم نعمل حرب وندق في بعض وهاي السوالف؟ والله لازم حرب؟ اوكي زي ما بدكم تحرين. يعني انا بالنهايه لازم انصح، لانه كمان في متابعين بعثوا لي انه ابو سروال شو رايك؟ هل انت، لانه انا ما حكيتش على الانستغرام بخصوص الموضوع هذا، هل لانه انت مثلا من محبين كره قدم ميسي ما طلعت حكيت في الموضوع لانه انت عارف انه بنزيما انظلم وبنزيما ظلم؟ بغض النظر عن رايي الشخصي، انسى رايي الشخصي. لو انا مثلا طلعت قلت لك لا والله ميسي بيستاهلها، انا قلت لك انه ميسي بيستاهلها هون. ليش؟ لانه الجائزه بعد كاس العالم، لو قبل لا ميسي ما بيستاهلها. ميسي ولا بيستاهل 1% منها. طب اعطيك شغله سريعه واحنا كلنا عارفينها، ما انتم عارفين انه التصويت على الكره الذهبيه بينتهي بشهر 8. لو نابولي اخذ الدوري واخذ دوري ابطال اوروبا وكفى خارج استقفاليه بدع بهذا الموسم وسجل وجاب لهم البطوله، راح يعطوا الكره الذهبيه لميسي. ليش؟
حيطلع يقول لك ميسي معك كاس عالم. واحنا كبالون دور المعايير تاعيتنا عشان نسلم لاعب كرة قدم جائزة البالون دور بتبلش من بعد الحفل لشهر 7 أو 8، بعدها أنا ما بنحسب معي. ومن بعد حفل الكرة الذهبية الماضي ميسي اخذ كاس العالم. فلو نابولي اخذ هيك وكفخر استقلاليه، او زيلينسكي يا سلام، انجويزا يا سلام، نابولي يا سلام، واحد منهم بدع، ما راح يعطوا الكره الذهبيه. مين قال لك انه راح يعطوا الكره الذهبيه؟ اكيد راح يعطوها لميسي، الا في حاله واحده، اذا ريال مدريد حقق دوري ابطال اوروبا، واللي حقق دوري ابطال اوروبا مثلا عمل نفس اللي عمله بنزيما، مثلا فينيسيوس بدع وسجل جوال كثير وجاب البطوله في ايده، حيعطوها لمين؟ لميسي طبعا. ليش لميسي؟ لانه ميسي حيجيب لهم تفاعل اكثر، واحنا كلنا عارفين وانت عارف، وحتطلع وتقول مدلل الفيفا، وحتطلع تقول مدلل مش عارف مين. خلص ما دام انت عارف وكلنا عارفين انه حيصير هيك، ليش نزعل حالنا؟ ليش اصلا نعترف بهاي البطوله؟ ليش نعترف بهاي الجائزه؟ بس حياتنا لكم لايك شير سبسكرايب، دعمونا دعمكم، ازرونا ازركم. انا اسف اذا طولت عليكم، ونحبكم هوايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.